أنا عارف إن أنت عندك امتحانات ومش فاضي، بس بما إنك ماسك التليفون وبتتصفح الإنترنت، فركز معايا دقيقتين ممكن ينفعوك أحسن من 100 فيديو ممكن تسمعه. دلوقتي فترة التدريبات الشتوية فتحت، وأي حد أو أي شركة بدأت إنها تعمل تدريب شتوي بتنزل الفورمات أو اللينكات بتاع التقديم عليها دلوقتي. فلو أنت طالب في حاسبات في هندسة ليك علاقة بأي مجال من مجالات التكنولوجيا، فأنت الفيديو ده مهم جدا ليك. دلوقتي لو انت ما تعرفش ايه هو التدريب الشتوي، تعالى معرفك الاول. انت عندك حاجتين هتعدي عليهم طول السنين الدراسية، يا اما تدريب شتوي يا اما تدريب صيفي. التدريب الصيفي ده بيبقى بيفتح على اخر ترم التاني كده، يعني الفورمات برضو بتنزل واللينكات بتاع التقديم بتاع الشركات بينزلوها في اخر الترم التاني، بس ده مش وقته. خلينا دلوقتي في التدريب الشتوي. التدريب الشتوي فترة الفتح بتاعته هي الوقت ده، وخصوصا انا طالع اتكلم في الوقت ده لان انا عارف ان انت مش فاضي وعندك امتحانات ودماغك مش فيك والكلام ده كله. فكل سنة بيعدي على الطلبة الوقت ده، ما بيبقاش حد فيه دماغ ان هو يقدم على حاجة والوقت ده بيروح منه. فالتدريب الشتوي ده بيبقى عبارة عن الشركة مثلا بتنزل تدريب، وليكن مثلا عايزة تعمل دعاية، عايزة تشغل ناس عندها، الكلام ده كله. بس التدريب بيبقى حاجة معينة في التراك وبتطبق على بروجكتات عملية من أصل الشركة، يعني الشركة بتنزلك بروجكتات من عندها وانت بتطبق عليها، أو أيا كان من غير بروجكتات حتى. هو بيبقى بتدريب خاص بالتراك بتاعك، بتدرس فيه بقى الحاجات بتاع التراك بتاعك، مش يعني مش شرط تطبق على بروجكتات فعلية، بس هو كل تدريب وبيبقى على حسب الطبيعة بتاع التدريب بتاعك. فهو ده التدريب. نيجي بقى لتاني نقطة، وهو ازاي اصلا ان انت تجيب التدريب ده. عندك كذا حاجة، ممكن ان انت تخش على جروبات فيسبوك، ممكن تجيب جروبات تليجرام، طبعا تخش على لينكد ان. عندك الجروب بتاع الواتس بتاع الدفعة، ممكن تخش عليه تسألهم، قول لهم يا جماعة لو حد وقع قدامه تدريب شتوي أو أي تدريب عموما كويس ممكن ينزله هنا. وما تقولش مفيش ناس ممكن تعمل كده او مفيش ناس كويسه ان هي تساعد، لا بالعكس، في ناس كتير يعني كويسه انها تساعدك، بس انت بس هتلاقيك ما بتدورش او الموضوع مش في دماغك. او لو عندك مثلا حد من صحابك، اساله قول له انا عايز مثلا تدريب شتوي، لو قدامك حاجه ابعتها لي. فانت بيبدا يعني بتبتدي تحط الموضوع في دماغك وبتبتدي تدور وبتشوف التدريبات المناسبه للتراك بتاعك وبتبتدي ان انت تقدم عليها. طيب نيجي بقى النقطه اللي بعد كده. انت وليكن مثلا لقيت يعني 10 تدريبات، هل انت تقوم ماسك احسن تدريبين فيهم وتقوم راكن الباقي؟ وليكن مثلا حاليا فاتح التدريب بتاع مايكروسوفت وانت اي، وده بجد هم فاتحين دلوقتي. فانت لقيت بجانب التدريبين دول تدريبات تانية، قول مثلا 10 تدريبات، هل انت هتقوم ماسك تدريب بس بتاع مايكروسوفت وانت اي وتقدم فيهم وتركن الباقي؟ الاجابه قولا واحدا لا طبعا. ليه؟ لان انت اصلا فرص قبولك في التدريبات دي بتبقى قليله، لان عندك تدريب زي مايكروسوفت مثلا بيكون مقدم فيه يعني وليكن مثلا 10000 طالب 20000 طالب، وهم بيبقوا عايزين عدد معين. فبيبقى فيه معايير قبول، زي مثلا انت من كليه ايه، قطع قد ايه في التراك، في سنه كام، مثلا ثالثه ولا رابعه. كل دول بيكون ليهم مميزات ان هم يتقبلوا عن ناس تانية، لان هم بيبقوا عايزين يصفوا الناس دي. فانت كل ما تحجم حجم التدريبات اللي انت بتقدم فيها، كل ما فرص قبولك في التدريبات دي بتقل. فانت حرفيا اي تدريب ليه علاقه بالتراك بتاعك وهيفيدك قدم فيه، وعموما اي تدريب ليه علاقه بالتراك بتاعك هيفيدك. ما تستخسرش او تقول لا انا مش فاضي، مش هدور، مش هعمل، ده انا عندي امتحانات، عندي بتاع. الكلام ده كله كلام فاضي. التدريبات دي لو انت اتقبلت في واحدة منها هتفيدك اكتر من 4 سنين او 5 سنين انت قضيتها في الكلية عامة. لان بالعقل كده لو انت رايح تقدم مثلا على شغلانة ومعاك واحد صاحبك او واحد يعني مقدم برضه على نفس الشغلانة، انت يا عم جايب امتياز، تقديرك امتياز على ال4 سنين، وزميلك ده جايب يا عم وليكن جيد، بس انت معكش تدريبات وما اهتمتش بالتراك بتاعك، والتاني ده اهتم بالتراك بتاعه واشتغل على نفسه وخد تدريبات كذا وكذا ومش عارف وراح وجه. هل من المنطقي كده هيقبلوا مين؟ عمرهم ما يقبلوك انت يا صاحب الامتياز او يا صاحب الجيد جدا وانت مهتم بالدنيا بتذاكر وبتتعب، بس بتتعب في الاتجاه الغلط. انت كده مش يعني انت مش ماسك العصا من النص زي ما بيقولوا. خليك واعي وفاهم انت بتتعب فين، مش مجرد ان انت بتهدر وقت ومجهود على الارض. لا، خليك ماسك العصايه من النص. انا لو اول مثلا لما يجي فتره الامتحانات اهتم بفتره الامتحانات وكده، بس طول السنين ما تكونش بس مهتم بالدراسه الاكاديميه والكلام ده،
وسايب التراك بتاعك. طيب ما انت كده مش هتبقى مظبط الدنيا. فانت لازم الفتره دي بالذات، ان الناس كلها اصلا بتبقى مشغوله بالامتحانات وكده، انت تبدا تدور على التدريبات دي، لان دي فعلا اللي هتفيدك. طيب حد يجي يقول لي يا محمود دلوقتي احنا دورنا وعملنا بس ما لقيناش اي حاجه. حلو، انا دلوقتي سايب لك لينك بتاع جروب تليجرام بينزل فيه كل التدريبات اللي ممكن تتخيلها، حتى عليه تدريبات بتوع تجاره وحقوق. كنت انا يعني بشوف الحاجات دي. الجروب ده انا مشترك فيه بقى لي يجي سنتين، حرفيا بينزل فيه كل حاجه. فهسيب لك اللينك بتاعه تحت في الكومنتس، او خش عندي على قناه اليوتيوب هتلاقي اللينك بتاعها عندي في البايو. هتلاقي اللينك بتاع جروب التليجرام ده تحت في الديسكريبشن في اخر فيديو انا هنزله. طيب هل انا سبونسر للجروب ده؟ هل انا المالك بتاع الجروب ده؟ لا، انا ماليش علاقه خالص بالجروب ده. كل علاقتي بيه ان انا موجود فيه بقالي فتره، وفعلا انا بستفاد منه، ان انا بقدم منه، يعني بقدم فيه على التدريبات اللي بتنزل. فانا مش مستفيد اي حاجه خالص من الكلام اللي انا بقوله، ولا مستفيد خالص من ان انت تخش على جروب تشترك ولا مش تشتركش. كل اللي اقدر استفاده منك ان انت تدعي لي دعوه حلوه بالتوفيق، وخش على اللينك هتلاقي جروب موجود فيه تدريبات كتير، وكمان هتلاقي ليه تدريبات خاصه بالتدريبات الصيفيه، بس ده مش وقته. خش هتلاقي اخر كذا تدريب موجود تحت. هتلاقي يعني شوف بقى انت التراك بتاعك انت وخيالك، وهتلاقي برضو بتاع مايكروسوفت كل حاجه. كل حاجه ده موجوده جواه. خش وقدم واقطع. يعني حتى لو انت عندك امتحان بكره، خصص وقت من وقتك، انت نص ساعه ساعه، خش بس انت قلب في التدريبات اللي نازله دي وقدم. انت الموضوع ده فعلا والله العظيم هيفيدك من 100 امتياز، ومن 100 ماده ممكن تذاكرها في الكليه. فالكلام ده فعلا هيفيدك. انا مش مضرور ولا يعني هنتفع لما انت هتعمل كده ولا كده. انا بس الكلام جه في دماغي، وشايف الناس ما عندهاش وعي كافي انها بتعمل كده. كل الناس بس همها دلوقتي انها خلاص انا هذاكر، انا هعمل البتاع ده، انا هسقط، مش عارف ايه. انا طبعا مش بقول لك الكلام ده عشان تقول خلاص لا، ما ده محمود قال كذا يبقى احنا مش هنذاكر ولا مش لا، ذاكر طبعا وكل حاجه، بس حاول ان انت تكون عندك وعي كافي. انت خلاص الفتره دي انا عارف ان في تدريبات شتويه نازله، فانا خلاص متابع هنا وهنا وهنا، وكل التدريبات اللي انا بتنزل خاصه بالتراك بتاعي لا ده انا هقدم فيها، عشان خاطر بعد كده اما تيجي تتخرج يكون معاك في السي في حاجه فعلا كاتب فيها انت خدت تدريب معين في شركه كذا. تخيل مثلا انت اتقابلت في مايكروسوفت، فده يعني اثبات كافي فعلا للشركه اللي انت رايح تقدم فيها لما تشتغل بعد كده، ان انت التراك بتاعك مش بس متعلمه، لا ده انت مطبق عليه كمان. فدي فعلا الحاجات اللي هتفيدك بعد كده. وما تستخسرش الوقت اللي انت هتحطه في الحاجات دي، لان الفتره دي هي فتره التقديم بتاع التدريبات دي. وبعد ما الفترة دي تخلص وتعدي الامتحانات هتقول يا ريتني. ولو جيت يعني سألت أي حد خريج أو أي حد من سنة رابعة، هتقول له مثلا نفسك في إيه لو الزمن رجع بيك مثلا سنتين ثلاثة، هيقول لك قولا واحدا إن كان نفسه إن هو يهتم بالتراك بتاعه، أو إن هو ياخد أي تدريبات أو أي حاجة في التراك بتاعه. لأن فعلا لما يجي يحتك بسوق العمل هيلاقي هو ده يعني هو ده الحاجات المهمة اللي هتفيده أكتر من 100 تقدير ممكن يجيبه. فانا بس عايزك تكون واعي وتحرق وقت ومجهود في الطريق الصح، عشان ما يعديش الاربع سنين ولا الخمس سنين عليك من غير ما تكون عملت اي حاجه، وتتفاجئ في الاخر تقول يا ريتني ومش يا ريتني، والوقت ساعتها مش هيرجع بيك. وبس كده. ولو استفدت من اي حاجه ما تنساش تدعي لي دعوه حلوه، لان انا فعلا والله عندي امتحان بكره، فادعي لي بالتوفيق ليا وليك ان شاء الله. سلام.